المدخل إلى قواعد اللغة الشركسية. هذه غبزة بزخابزة ميخا حاب نبيل حلمي شوقار 16 شام إتسميني ترى طوجرة ترى. مصطلح بنية الكلمة. جش أبقر. بنية الكلمة هي الكلمة بدون أداة الحالة الإسمية وأدوات الربط، وكذلك بدون إشارات تصريف الأفعال حسب الأزمنة، وهي التي تحمل معنى الكلمة، بينما أدوات الحالة الإسمية والربط وأدوات تصريف الأفعال حسب الأزمنة لا تساهم في تغيير معنى الكلمة، وإنما تساهم فقط بتنسيق وترتيب الكلمات مع بعضها لأداء معنى الجملة بأفضل طريقة ممكنة. لفهم معنى بنية الكلمة انظر إلى الجدول. أنواع بنية الكلمة: 1. بنية كلمة غير مشتقة، كلمة بدون لواحق، أدوات الحالة الإسمية وأدوات التصريف حسب الأزمنة. الكلمة بشأر، اللاحقة سبسوز، بنية الكلمة الجذر ثابسة. نر نر، ر ن، العين. شحر، ر شحا، الرأس. تاغ، غ ت، أعطى. جاغ، غ ج، اقفز. ثاغر، ر ثاغ، عالي. قشت، شت قو، اذهب. قص، قص، ذكي. 2. بنية كلمة مشتقة. مشتقة عن طريق السوابق واللواحق. بنية الكلمة: الكلمة جشأر، البادئة ثبساب، الجذر ثابسة، اللاحقة ثبسوز. أداة الحالة الإسمية، أداة التعريف جوخ، أداة الربط واو العطف جبز، أداة تصريف الزمن. بنفس العمر: زلا غمرة، ز لو م ر. والأصدقاء: ز نبجا غمرة، ز نبجاو م ر. صداقة: نبجا غغ، نبجاو غ. العلو: ثغاغر، ثغا ثاغ، غ ر. سيتبعه: ثقوشت، ث قو شت. ذكاء: أصغر، أص غ ر. ب. مشتقة عن طريق اتحاد جذور. لاحظ بنية الكلمة المشتقة مؤلفة من جذرين، وهي مساوية للكلمة المشتقة المركبة. اسطبل الحصان: ش قبح ش. عديم الكرامة: نبا قبح نش. سقف البيت: ونا قبح شحا. بنية الكلمة المترابطة: قشأب قزب شغخر. في هذه الكلمات أفعال لا نستطيع أن نفصل أو أن نميز جذر الكلمة عن السابقة ثبساب، ولكي نستطيع أن نميز الجذر في الكلمة يجب أن نقارنها مع مثيلاتها مشابهة لها في الجذور. أمثلة عن ذلك: بس، بت، بثل، بث، قوس، شت، خس، خت، خث، خيء، بيء، طيء، طيقة، طببة، أس، أت، أت، أث، يشوى، خيشو، يف، قس، قت، قثل، قافة. المقارنة كالتالي: شس، شس، بث، بث، قوس،
гос